ما تقلع مقاتلة الاف 15 وهي فوق أجواء قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، لا يحتاج حتى تتحرك إلى مياه الخليج، تطلق من فوق أجواء قاعدة الملك عبد العزيز. هذا الصاروخ ذكي وموجه ويستطيع أن يتجنب موجات الرادار، وبالتالي سيحطم هذه البطارية. لديهم بطارية واحدة سيحطمها ويخرجها عن الخدمة مباشرة. ما يفرح أنه خلال الأسبوع القادم ستصل المملكة مقاتلات F-15 SAA. هذه المقاتلة لديها قدرة، طبعا هذه لا يوجد نظير لها في العالم لأنها صممت خصيصا للسعودية، وهي تحمل تقنيات الF-35 المتسللة. هذه المقاتلة تستطيع قصف أي هدف في العالم، أي هدف في العالم، وليس في إيران، في العالم، أي هدف في العالم، وأؤكد على هذا. وما يفرح ويجعل السعودية دولة عظمى في هذه المنطقة أن هذه الصفقة تبعها صفقة أخرى ستقلب ميزان القوة في المنطقة رأسا على عقب. اضرب في بالعز يا راية وطننا، بث يا الاسلام في شتى البقاع. علموا طهران يحذر من زعلنا قبل لا يصبح ضحية للسباع. علموا طهران يحذر من زعلنا قبل لا يصبح ضحية للسباع. والله إنا رفعت الأمة مهدت الأفاعي، انصحوه يموت لا يونس شطنا يا بلع الضحى قبل تدعى الدواعي. علموا طهران يحذر من زعلنا قبل لا يصبح ضحية للسباع. وبكذي المملكة زبر المجنة للمجوس الفرس يا وجه الضياعي. والله إن لندقنا لك جمنا انك تخضع لنا ما هو ضواعي. علموا طهران يحذر من زعلنا قبل لا يصبح ضحية للسباع. يا قليلين الادب حذرك منا يا حبيبنا النسب خبث الطباعي. ويلكم بالويل ننسقنا ضعنا ثم من الشقراق بارود السراعي. علموا طهران يحذر من زعلنا قبل لا يصبح ضحية للسباع. من تكفى